يا مساء الخير. اخيرا بقى خلاص خلصنا حمل وولادة ونقدر بقى نرجع تاني لقناتنا وفيديوهاتنا. انا بجد يا جماعة مش مصدقة، خلاص مش مصدقة ان انا قادرة اتحرك كده خلاص. كنت خلاص وصلت لمرحلة ان انا بمشي زي البطريق. وكمان بعد الولادة وكده ما خدت فترة كبيرة في ان انا اتعافى، فحتة ان انا قادرة ان انا بقى اتحرك تاني وارجع كده مش مصدقة نفسي. هنا بقى بدأت ان انا قلت اروق بقى شوية، بسبب ان دايما بنتي مش بتخليني ان انا اعرف اعمل اي حاجة، بسبب العياط والسهر. ببقى يعني سهرانة مثلا معاها فببقى صاحية مش قادرة بقى خلاص اعمل اي حاجة تاني. قلت لا بقى بما اني كده كده انا سهرانة معاها، فابدأ ان انا اشتغل شوية في الشقة. طبعا الكلام ده احنا كنا الساعة 10 الصبح، هي بقى جت على الساعة 11 كده نامت. طبعا انا مش هينفع انام بقى خلاص، لازم ان انا اروق الشقة واظبط الدنيا. فسبتها هي نامت وحطيتها في العجلة بتاعتها، وبدأت بقى ان انا اروق الشقة. جيت هنا بقى قلت اروق الانتريه. طبعا الانتريه عشان احنا دايما بنبقى قاعدين فيه معظم الوقت، هتلاقوا الادويه بتاعتها وكل حاجه موجوده، حتى الشنطه بتاعتها كانت موجوده، كنا بره. فانا دايما بخرج بالشنطه بتاعتها، فجيت بقى خلاص حطينا كل حاجه عايزين ننام، بس يعني هي كان ليها رأي تاني. ابتديت بقى ان انا افضي المكان بقى وارجع الادويه زي ما كانت مكانها وارجع الشنطه مكانها، وابدا بقى ان انا انفض الانتريه وامسحه عشان لو في اي حاجه عليه تبقى على الارض، تنزل على الارض علشان اعملها مره واحده بالمكنسه. بدات بقى اعمل حاجه حاجه وامسح التراب. يا جماعه الستانلس ده شكله بيبقى حلو جدا، بس اقل ترابايه بتبان فيه. يعني انتوا لو خدتوا بالكم انا عماله امسح الستانلس، لان اي حاجه ستانلس بتبقى التراب فيها رهيب، فلازم كل شويه ان انتوا تمسحوه، لازم ايديكوا دايما على طول فيه. هنا بقى بدات ادخل حاجه حاجه. بص لو تلاحظوا هتلاقوا ادويه في كل مكان، سواء ادويه بقى الحور سواء ادويه بقى ليا. يعني مكان الشقه كلها بقت ادويه. من ساعه الولاده والشقه كلها ادويه. هنا بقى بدأت بقى عمالة احاول على قد ما اقدر ان انا اخلص بسرعة، خايفة ان هي تصحى وما اقدرش اخلص. فكنت عمالة بحاول على قد ما اقدر ان انا اعمل بسرعة. خلاص بقى زمن اللكاعة ده بقى، ان الواحد يتلكع بقى وهو بيعمل ده خلاص. كان الواحد بقى بيتلكع. اوقات بسأل نفسي هو انا ليه عملت في نفسي كده. كانت مالي ان انا كنت اكبر يعني حاجة وحشة بالنسبة لي ان ملاقيش حلقة المسلسل التركي اللي انا بحبه نزلت. بدأت هنا بقى انفض الخداديات واحطها. هتقولي لي يا ضحى الخداديات بتعمل ايه على الارض؟ هقول لكم والله يا جماعة انا بزهق، فبنحطها على الارض لان بنحط بدلها حاجات تانية. بس انا بدأت بقى ان انا اظبطهم وانفضهم بقى واطلعهم من على الارض. وهنا كنت خلاص بقى نفضت الانتريه كله. هنا حطها بقى، جايبه ترابيزه. الترابيزه دي حلوه قوي، خفيفه، سهله عليا في النقل. ترابيزه الانتريه ركناها على جنب مع السفره والنيش، لان بجد انا ترابيزه الانتريه بتاعتي تقيله جدا، تقيله بطريقه محدش يتصورها. فان انا احطها كده وما اقدرش احطها في النص وما اقدرش احركها يمين ولا شمال، هتبقى صعبه عليا جدا. خاصه ان انا معظم الوقت ببقى حاطه حور في العربيه بتاعتها وهي نايمه، وحطها جنبي بحيث ان انا ابقى بشتغل وانا مطمنه ان هي كويسه وقدام عيني. فما بقدرش احطها في السرير بتاعها الا لو انا بقى هنام جنبها فاحطها في السرير جنبي. هنا بقى بدات ان انا اعمل الارض وانضف بقى. عايزه اقول لكم يعني بصوا الارض كانت متبهدله، بسبب بقى اكل اللب بقى والتسالي والاكل ومش عارفه والشيبسيهات والحاجات دي، يعني كل حاجه على الارض. طبعا يعني انا مش من النوع اللي بيحافظ على صحته خالص. انا من النوع المدمن بيبسي وشيبسي ونسكافيه وقهوه ولب. اللب ده يا جماعه عندي ادمان. فدي الحصيله بتاعتي ان انا عماله اعمل بالمكنسه اقفل اللب كتير اوفر اللي واقع في الارض.
طبعا هتقولي انت ازاي مشغله المكنسه وهي كده نايمه؟ لا، هي بصوا هي عندها منطق يا جماعه، ان هي لما تكون عايزه تنام فهي هتنام، مهما عملت ايه جنبها، مهما شغلت بصوا لو شغلت اغاني ومهرجانات على اعلى صوت هي مش هتصحى. فانا بعمل عادي بالمكنسه جنبها وهي نايمه عادي جدا ولا كأني انا بعمل حاجه مادام هي عايزه تنام. لكن انا بقى عاوزه انام وهي مش عاوزه تنام، فلا، هي بتعيط من اقل حاجه. انا عايزه اقولكم ان هي بتعيط وانا شايلاها يعني، هي مش بس عاجبها كده. هنا خدت خط يا جماعه، حصل قفله في فيشه المكنسه، خلتني يعني لو تلاحظوا بصيت جامد كده اللي هو ايه ده، ايه اللي حصل ده. هنا بقى بدأت ارجع المشاية بقى مكانها والترابيزة حطيتها في النص تاني. وبعدين بقى رحت جبت المعطر. بصوا يعني بحس كده براحة لما بشم ريحة المعطر بعد ما بخلص. وبعدين افتكرت بقى ان انا ما ينفعش المعطر يبقى جنبها قوي كده، فقلت افتح برضو الشباك. هنا كنت ببص اطمن عليها عشان احسن تكون حاطه البطانيه على وشها ولا حاجه، يبقى عندي وسواس قوي من الموضوع ده. يا جماعه شموع ايكيا دي محدش يجيبها. يعني انا بصوا هنا جايبه شمعة ايكيا اللي هي في الكوبايات دي، بجد يا جماعه وحشه جدا، ما مش كانك مش حاطه حاجه، مولعه شمعة بس مجرد اضاءه، لكن كريحه وكده لا مفيش ريحه، يعني جايبه التفاح مفيش. لكن الشمع الصغير بتاعها ده هو اللي بيبقى فيه ريحه. انا جايبه الاتنين. بالنسبه للكوبايه لا مفيش. هنا بقى دخلت على المطبخ بقى، قلت ادخل اشوف اللي ورايا، لقيت ورايا هم ما يتلم. لقيت بقى مواعين قد كده، فبدات ان انا ارصها وغسلت الاطباق واحاول ان انا افضي الحوض علشان ان انا ابدا ان انا اغسل الحاجه اللي موجوده في الحوض. هنا بقى كانت ماما عامله لي اكل وحاجات في الحله بتاعتها، فكنت بقى بغسلها لها وكده. لان طبعا اي حد عنده غساله اطباق عارف ان ما ينفعش ان احنا نحط فيها اي حاجه الومنيوم. هو بس يا اما ستانلس يا اما زبال يا اما سيراميك يا اما جرانيت، غير كده ما ينفعش. فبضطر طبعا ان انا اغسل الومنيوم، اي حاجه الومنيوم على ايدي. كمان انا خاصه ان انا عندي بقى نوع برضو جايبه طقم حلل الومنيوم، فبضطر ان انا اغسلها على ايدي زي ما حضراتكم شايفين كده. بجد يعني ان انا ببقى حاجه اللي هو لسه هغسل على ايدي وما انا جايبه غسالة اعمل بيها ايه؟ مش كسل ولا حاجه، بس ارهاق. يعني انا ببقى نفسي ان انا انيمها وارتاح شويه، بس انا ما بلاقيش وقت ارتاح، بلاقيش وقت خالص. يعني انتوا شايفين انا عامله ازاي. يا دوب ان انا اروق، اعمل اكل، اعمل مواعين، اغسل غسيل، انشر غسيل كده. كمان حياتي بتضيع في غسيل وطبيخ وتنظيف. هنا بقى انا عندي ان انا ما بعرفش ان انا ابدا اعمل اكل في الحوض الا لما اغسله. يعني اخلص المواعين واغسلها، وبعدين بدعك في الحوض نفسه والرخامه واغسلهم، وبعدين ابدا بقى ان انا اعمل الاكل. اللي هيسأل يا جماعة دي ايه؟ دي غسالة رز، بجد انا ما اقدرش استغنى عنها. دي احسن اختراع في الحياة ممكن تتخيلوه. حلوة جدا. انا كان عندي عقدة من وانا عند ماما ان انا اغسل الرز، كنت كل ما اجي اغسله يدلق كله في الحوض. فكنت بقعد افكر كده مع نفسي، هو انا لما اتجوز هعمل ايه؟ هفضل كده اوقع الرز واضيعه؟ بس جبت دي بقى وكنت فاكراها افتكاسة، بس والله يا جماعة اختراع تحفة. هنا بقى قررت ان انا اعمل النهارده كبد وقوانص ورز. كنت هعمل رز بسمتي، ما لقيتش رز بسمتي، قلت الجيش قال ايه؟ الجيش قال لك اتصرف، فروحت عملت رز عادي. هنا بقى كنت بقطع الكبد والقوانص، بجد يا جماعه كان الموضوع صعب قوي. يعني انا من النوع اللي قرف قوي من الدم ومن الحاجات دي، فعايزه اقول لكم ان انا كنت بصوا كنت بلاقي دم كتير قوي، فكنت متضايقه ومتعصبه ومكلضمه كده، اللي هو ايه كل الدم ده؟ مش قادره اوصف لكم بقى القوانص كانت عامله ازاي. يعني الموضوع كان صعب قوي عليا. هنا بقى غسلت الرز. بصوا بقى الغساله تحفه، تملي ميه تصفي، مفيش رزايه تقع في الحوض، احلى حاجه في الحياه.
هتسالوني المج، انا بعاير الاول الرز في المج علشان اعمل كميه على قدنا، عشان انا مبحبش ان انا ارمي حاجه. بستحرم الصراحه. والصراحه يعني الاسعار اللي احنا بقينا فيها دي، يعني الواحد مش محتاج ان هو يرمي حاجه. هنا بقى بدأت ان انا اقطع البصلايه. جبت بصلايه، طبعا بتعملوا الكبد والقوانص ازاي بقى، انا بقطع عن نفسي بصلايه وبقطع فلفل وبحطهم مع بعض. في ناس بقى بتحب تعملها بحاجات اكتر من كده، وفي ناس بتحبها ببصل بس، وفي ناس بتعملها كده من غير لا بصل ولا فلفل، بس انا صراحه بحبها بالبصل والفلفل. عايزه اقول لكم هنا حور كانت بدات تزقزق كده جنبي وانا بعمل الاكل، وكنت على اعصابي ان هي تفتح في العياط، وانا معرفش اتصرف اللي هو اكمل الاكل ولا اشيلك. مين بيحب الاكل السبايسي؟ انا عن نفسي بحب الحاجه سبايسي جدا، بس جيت في فتره الحمل كده من اول الشهر الخامس ما بقتش قادره اكل اي حاجه مشطشطه خالص. وبقت اي حاجه اقل نقطه شطه بتاثر فيا. هنا بقى بدي الاول تشويحه للبصل والفلفل. قلت بقى اعمل الرز عقبال ما يتشوحوا هما. ده بقى طقم الالومنيوم اللي انا جايباه. بحب اكتر ان انا اعمل فيه رز، معرفش ليه. ما بحبش اعمل في التيفال ولا في الجرانيت ولا في السيراميك، بحس ان انا بحب الالومنيوم يعني رز، غير كده انا مش هستخدمه، فانا بحاول ان انا اخلي ليه استخدام. علشان حاولت مع ماما كتير ان هي ما تجيبهوليش، فجابتهولي برضه. نظرية الامهات في ان يبقى فيه طقم الومنيوم في الجهاز عمرها ما هتتغير. هنا بقى حطيت كركم وقرفة وفلفل اسود وملح وشطة. وعيرت مجين مية وحطيتهم على الرز. طبعا بيبقى على حسب المعيار اللي انت عاملاه. حطيت بقى الكبد والقوانص ده طبعا بعد وقت. كان طبعا حور زمزقت، وانا رحت لها وشلتها شوية وحاولت اسكتها والهيها في اي حاجة لحد ما خلاص بقيت الاكل. كانت هنا خلاص الكبد والقوانص خلاص استوت، والرز كمان. شايفين الجمال، شايفين الحلاوة. يعني مفيش كده. يعني بص، يعني مدلعة والله، جوزي قرة عيني، مدلعاه على الاخر يعني. طبعا انا حطيت كمان شطة على الكبد والقوانص تاني غير الفلفل اللي انا مقطعاه، لان انا بموت في حاجة اسمها شطة. هنا بقى قلت طبعا الاكل ما يكملش الا لما نحط بيبسي جنبه، فحطيت بقى بيبسي، واي نعم كوبايات بقى ومواعين ومش عارفه ايه، فبالمره بقى كده. هنا كنت اصلا انا لسه مشغلتش على الغساله. هنا بقى جوزي كان بيدوق، كنت عايزه اعرف رايه بقى ايه، ترى بعد تعب ده كله ايه. هنا بقى بعد ما خلصنا اكل وكده، رصيت بقيت طبعا مواعين في الغساله، بس طبعا ما عرفتش اصور لان كنت شايله حور على ايدي. وبعدين بقى قلت اشغل على الغساله. شغلت عليها، وكمان حطيت في الغسالة الاوتوماتيك الغسيل. قلت بالمرة بقى اشغل على الغسيل. بس طبعا ملحقتش اصور لكم اكتر من كده علشان فاضي. كده يبقى خلص الفيديو بتاعي النهاردة، وان شاء الله هنزل لكم فيديوهات من دي كتير. وقولي لي ايه رأيكم، عجبكم ونفسكم اعمل لكم روتين ايه، لو حابين اعمل لكم روتين انا وحور وبنعمل ايه في بعض. وان شاء الله بقى احاول على قد ما اقدر ان انا اكون معاكم في فيديو كل يوم. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا. سلام.